عايزه احكي موقف حصل معايا يوم الاربعاء وانا مروحه. تمام، انا بخرج من الشغل عادي، بتمشى شارع طويل عشان اوصل للمحطه عشان اركب عادي. كل يوم بعمل النظام ده. تمام، الاقي عربيه فيات حمراء حلوه جميله بسم الله ما شاء الله عليها. تمام، كل ما امشي خطوتين تروح ركناني على جنب وعايزاني اركب، يبص لي ويركنني على جنب، اسيبه وامشي، يروح باصص لي وماشي، باصص لي وراكن. مالك فيك ايه؟ انا خفت، انا ببقى ماشيه حاطه السماعات في ودني وما بسمعش اي حد وما بردش على اي حد. هاتي حد اعرفه هقف له، حد ما اعرفوش ما ببصلوش اصلا وما بردش عليه وبمشي في ملكوت ربنا. تمام، ماشي، مشينا كذا مره، يعني كذا مره يقف لي، الشارع طويل طويل قوي، فانا يعني وقف لي اكتر من 5 مرات. كل ما امشي خطوتين يروح راكني على جنب، كل ما امشي. المهم بقى اللي انا وصلت لاخر الشارع. تمام، فركبت الميكروباص وقلت خلاص مش هيمشي وخلاص اديني خلصنا منه، ومش يعني ايه، مش هيعرف يوصل لي ومش هيجي مشي ورايا تاني. تمام، ركبت العربيه الميكروباص. تمام، والعربيه حملت حوالي 10 دقايق ربع ساعه ومشيت. تمام، ببص من شباك العربيه وانا ماشيه لقيت العربيه الفيات الجميله الحمراء جنبي. تمام، وعمال كل شويه يوصل، انت مجنون ولا عبيط ولا فيك ايه؟ مالك؟ مفيش حد بيعمل كده، مفيش حد بيمشي ورا حد كده. يعني انت اخرك ان انت خلاص يعني عكست وبتاع ومشيت وسيبناك ومشينا، المفروض هتمشي ورايا لغايه البيت مثلا. كل ده في دماغي. تمام، لقيت الميكروباص ماشي وهو ماشي ورايا، كل شويه ابص الاقيه ماشي ورايا. خلاص يا عم الحاج مالك فيك ايه؟ تمام، الميكروباص اللي انا راكباه دخل بنزينه، بصيت ورايا ما لقيتوش الحمد لله. قلت خلاص زهق. بعد الميكروباص بتاعي دخل البنزينه الحمد لله وفول، وانا بصيت ورا وما لقيتوش الحمد لله. ببص كده بعد ما خرجنا من البنزينه لقيته جنبي العربيه، يعني لقيت العربيه جنبي وهو ما مشيش، معرفش كان راكن فين ولا مستخبي فين ولا انسان. تمام، نزلت المكان اللي انا بنزل فيه. تمام، عشان اخش الشارع بتاعنا. لقيته راكن العربيه وجاي لي على رجله بقى، نزل من العربيه وجاي يتكلم معايا. انا بصيت كده، نعم جاي يتكلم، رحت سايباه وجاريه. اقسم بالله جريت في نص الشارع. انت عبيط ولا اهبل ولا فيك ايه؟ يعني انا بعدي الطريق عشان اروح الشارع بتاعنا. تمام، عديت لقيته جاي ورايا بالعربيه برضو وداخل وعادي لغايه، يعني بص انا شفته عند نص الشارع بتاعي، لغايه نص الشارع بتاعي هو كان ماشي ورايا. بعد كده ولا بصيت ولا انتبهت ولا خدت بالي وماشيه، يعني بمد بطريقه فظيعه. انا بخاف من الحاجات دي، انا ما بعرفش ان انا اقول له انت، ازعق له اقول له انت ماشي ورايا ليه ولا انت عايز ايه ولا لا ماليش انا في الليله دي كلها. انا ما بعرفش، انا بحط سماعتي في ودني وبمشي ولعوا مع بعض. انا ماليش دعوه، تحصل خناقه تحصل موسيقى اركز اسال في ايه، ماليش دعوه، حاجه ما تخصنيش ماليش دعوه بيها خالص، ولا بتدخل في الحاجات دي. ده على طول انا بمشي حاطه سماعتي في ودني وما بهتمش باللي حواليا، بركز غير في طريقي اللي انا ماشيه فيه. هركب حاجه معينه اوقف الاغاني اوقف السماعات ايا كان ايه هي وامشي، يعني اركز في الحاجه اللي انا هركبها وخلاص. غير كده ما بهتمش باي حاجه وما بركز في اللي ما يخصنيش اصلا. يعني يعني حاجه والله، بس الحاجه ذات نفسها تخوف. يعني ايه حد ماشي وراك كل الفتره دي كتيره قوي. المشكله بقى وانا بحكي للناس اللي حواليا لما روحت البيت بقى واصحابي في الشغل وما اعرفش ايه، يقولوا لي لا انت كنت وقفتيه وهزقتيه وقلتي له انت عايز ايه وما اعرفش ايه. انا هقعد الكك معاه؟ انا مش هلكلك معاه، يولع بجاز وسخ، انا مالي؟ يطلع متحرش يطلع وحش يطلع حلو لنفسه مش ليا. وفي ناس تقول لك عريس ما كنتي وقفتي واتعرفتي عليه. اتعرف على مين؟ واحد عارفاه مش واحد شايفاه من الشارع وماشي ورايا، المفروض ان انا اركب معاه. انتوا عبط في ايه؟ مالكم في ايه؟ مالكم؟ انا شايفه اللي انا عملته صح ولا انتوا ايه رايكم؟ انا شايفه اللي انا عملته صح ومش اللي انا عملته غلط. اساله ولا اعمل له؟ انا مالي؟ ايه القرف ده؟ مش همشي وراه واساله انت مين وعايز ايه وما اعرفش ايه، ولا دبدب له على العربيه ولا ماليش انا في الليله دي. احسن حل اللي انا ما اعبروش اصلا واسيبه وامشي، ده الحل الصح بالنسبه لي ووجهه نظري.